ازيكم يا حلوين؟ كل سنة وانتوا طيبين ويا رب دايما متهنيين وبالعيد فرحانين. فطار اول يوم العيد يعني كبدة، سواء بقى عملتيها مشوية، كبدة اسكندراني، كبدة بالردة، زي ما تحبي تاكليها تعمليها. وطبعا غالبية المصريين وانا اولهم بعشق الكبدة الاسكندراني، ومادام جايباها كبدة بلدي يبقى ما تحطيش عليها اي اضافات. هنحط شوية التوم المهروسين معانا، على معلقة كمون ومعلقة ملح ومعلقة فلفل، ولو عندك بصل وتوم باودر حطي نص معلقة من كل حاجة. بس كده بتقلبي الكبدة بتاعتك وتسيبيها في التتبيلة، وتروحي تصلي وترجعي تشوحيها بشوية زيت او بشوية زبدة. بس لو هتعمليها بالزيت ما تنسيش تكوني مسخنة الزيت كويس، لان الصدمة الاولانية بتاعة طشة الكبدة او اللحمة او الفراخ دي بتفرق جدا جدا في الطعم وفي تسويتها كمان. الكبدة بقى يا حلوين ما بتتقلبش، تغطي عليها واول ما تشوفي لونها اتغير كده تقومي بقى جاية مقلباها. بصوا بقى لونها اتغير ازاي، قمت جاية بقى ايه فاتحة الغطا عليها وقعدت اقلب فيها. الكبدة ما بتاخدش منك دقايق على النار وبتستوي بسرعة. خلاص اول ما لقيت لونها اتغير قمت جايه مقلباها. خلصتي كده الكبده معايا؟ لا ما خلصتهاش، انا كان عندي شويه حلويات اللي هي بيقولوا عليها حلويات المذبح، كنت شاريه كده يعني شويه صغيرين، بصراحه بتفرق جدا في طعم الاكل والطبيخ والحاجات كده. والكبده قمت مقطعها صغيره كده، بس صراحه كنت مسويها الاول ونزلت بيها على الكبده. وقطعت بقى شوية فلفل أخضر، بحب أحطه في الآخر علشان ما يتبلش معايا، بحب طعمه وبحب ريحته تبقى باينة في الكبدة عشان تديني بالظبط نفس نتيجة الكبدة الاسكندراني الجاهزة. عارفين الكبدة الاسكندراني الجاهزة أو اللي بتتباع في المحلات بره؟ بالظبط اعمليها بالطريقة دي. طب وايه المعلقة اللي حطيتيها في الآخر دي؟ معلقة سمنة فلاحي. كان عندي بقى شوية سمنة فلاحي كده، خدت معلقة ايه قلت تطعم لي الكبدة. ويا سلام يا سلام على الكبدة وطعمها يا ولاد، فطرنا بيها بألف هنا وشفا، كانت خطيرة، كان ملهاش حل. وبألف هنا وشفا على قلوبنا وقلوبكم. اعملوا الكبدة بتاعتكم بالطريقة بتاعتي دي هتعجبكم جدا جدا. وبتمنى من كل قلبي ان انتوا تتفاعلوا مع فيديوهاتي باللايكات وبالتعليقات، عشان عايزة اعرف انا كده قناتي صح ولا غلط، طريقتي صح ولا غلط، محتواي عجبكم ولا لا. اتمنى من كل قلبي ان انتوا تتفاعلوا معايا علشان اعرف استمر وقناتي تكبر، واكمل معاكم المشوار. انا بقالي 4 سنين ولحد الان مش عايزة افقد الامل ويأس. بس اتمنى ان اليوم ده ما يجيش ان انا وازهق. فياريت شوية تفاعل بس معايا يعني عشان تدوني شوية امل. خلصنا فطرنا ندخل بقى على غدينا، برضو اول يوم العيد يعني فتة ولحمة وشوربة. الفتة بتاعتنا او الفتة الاسكندراني مش بتبقى محتاجة تسبيكة، انا عملتها السنة اللي فاتت معاكم بشوية تسبيكة كده اللي هي الصلصة. لا احنا هنا بنعملوها ازاي، بنحمصه برضو شوية العيش في معلقتين سمنة فلاحي او معلقة زبدة، وبعد كده العيش بتاعنا ما يتحمص نملحوه كده ونفلفلوه، وتجيبي بقى الرز بتاعك تحطيه على العيش، ومعلقتين 3 4 شوربة، وتكوني عاملة الدقة الجميلة اللي انا حطاها في الاخر دي اللي هي لونها بني. عبارة عن ايه؟ 3 4 فصوص توم وشوية ملح وشوية فلفل وشوية بصل وتوم باودر، تمام. ولو عندك بابريكا او كمون صيني حطي يا دوبك ربع معلقة، وحوالي كده كبشة شوربة وعليهم ربع كوباية خل. دي الفتة اللي بالخل والثوم. هقولها تاني الطريقة، تجيبي 3 فصوص ثوم مع شوية ملح وفلفل ومعلقة ربع معلقة بصل وثوم باودر، ولو عندك بهارات لحمة حطي ربع معلقة، ولحد كده التومة ما تصفر معاكي اللون الذهبي طبعا اللي انت عارفاه ده وتتحرق منك. وبعد ما تلاقيها اصفرت كده معاكي تحطي كده كبشة شوربة وعليهم ربع معلقة خل، وتسيبيهم يغلوا مع بعض كده لحد ما تحسي انها تقلت كده شوية. وتقومي بقى ايه بعد ما تحطي الشوربة على الفتة على العيش والرز تحطي بقى الدقة دي على الوش، وفوقيهم بقى كام قطعة اللحم. هتاكلي احلى فتة خل وتوم، روعة في الجمال.
انا شخصيا بستخفها جدا عن الفتة اللي هي بالتسبيكة والصلصة. بصراحة بحسها تقيلة قوي والجو حر، فالفتة دي اخف من الفتة التانية كتير جدا. جربوها تعجبكم ان شاء الله. ده كان غدانا بسيط. بصوا الشوربة حلوة ورايقة ازاي، واللحمة بألف هنا وشفا على قلوبنا. واقول لكم كل سنة وانتم طيبين. عيد كبير يعني، كبدة في الفطار وفتة ولحمة في الغدا، وألف هنا وشفا على قلوبنا وقلوبكم ان شاء الله. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي بإذن الله. اشوفكم على تالت يوم العيد بإذن الله. هكون بقى انا عملت اكل بقى في بيتي وطبخت. طب وتاني يوم، انا تاني يوم كنت رحت عند امي، ربنا يبارك لنا في صحتها ودايما فاتحه لنا البيت يا رب بحسها. ويبارك لنا في عمرها ويرحم ابويا الغالي رحمه واسعه من عنده يا رب العالمين، ويغفر له ذنوبه ويتجاوز عن سيئاته، ويجعل قبره روضة من رياض الجنة. أو العيد من غير بابا فصعب علينا طبعا، فمش هنقول طبعا غير اللي يرضي ربنا. إن الله وإن إليه راجعون. ربنا يا رب يرحمه رحمة واسعة من عنده. ودي بقى الكبدة حطيتها لكم في الآخر تاني، طريقتها سهلة وبسيطة. تبليها قبل ما تطشيها، ايه رأيكم؟ اختصار كده. وبعد ما تطشيها اوعي تقلبيها، اول ما لونها يغير قلبيها، واول ما تبدأ تدخل في السوا حطي كام قرن فلفل اخضر متقطعين، تمام كده. وعليهم كده ايه، لو عندك حلويات المذبح دي تحطيها، ما عندكيش خلاص مش مشكلة. ولو عندك معلقة سمنة فلاحي حطيها، هتغير طعمها 180 درجة. بس كده، وتقلبي لحد خلاص ما تعرفي انها استوت. تهدي النار او توسطنيها لحد ما تتأكدي انها استوت على الاخر. وبألف هنا وشفا على قلوبكم. اتمنى يكون الفيديو بتاعي عجبكم النهارده. كل سنة وانتم طيبين، يا رب يتعدى عليكم الأيام بالخير يا رب العالمين، وانتم سعداء ومتهنيين مع أولادكم. أشوفكم بقى على خير في الفيديو الجاي بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى اللايك والاشتراك، وأتمنى تعليق حلو منكم يا حلوين. كل سنة وانتم طيبين.